السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، تكونوا دوزتوا نهار زوين، ونتمنى تكونوا توحشتوني حيت انا وليت كنتوحشكم وكنتظر منكم اللي ما دارش اشتراك يديرها، واللي عجبته القصه يخلي لي كومونتير زويون بحالو وخليوا لي جيم يعني الا عجبتكم القصص ديالي والقناه ديالي. وشكرا مسبقا. القصه ديال اليوم هي قصه مثيره، قصه فريده من نوعها. القصه ديال اليوم كتحكي على واحد السيد مول الباش بعنوان مول الباش. القصه ديال اليوم غتكون كتعاود لينا على الشيخه زهره وبناتها وعلى مول الباش اللي دخل لحياتهم. هاد الشيخه زهره دوزت حياتها بالعمل ديالها، كان شيخه كبرات في العمر، وصلت لواحد لاج اللي كبرات في العمر وما تزوجات ما ولدات ما والو، ولكن كانت جامعه فليسات، جمعات الفلوس، جمعات واحد المبلغ، وكانت يعني دايره املاك، شرات دار، شرات ابارتمون، يعني كانوا عندها املاك بحال هكا. الدار اللي كانت شراتها كانت فيها 2 ايطاج، كان فيها كراج و 2 ايطاج، وكان عندها ابارتمون عاوتاني بوحدها. كانت عندها مصروفها منين كتصرف، عندها يعني جمعات فلوس، عندها ذهبها، عندها كلشي ديالها، الا انه كما قلت لكم ما ولداتش، ما تزوجاتش وما ولداتش. فبالتالي ربات واحد 2 بنيات. كانت بنيه عندها 8 سنين والاخرى 9 سنين، تقريبا نفس العمر. رباتهم باش يونسوها، كبروا معاها حتى كبرات في العمر وعاشوا معاها في الخير ديالها، ورباتهم مزيان لحقاش ما بغاتهمش يخرجوا حتى هما يعني يمتهنوا نفس الحرفه ونفس المجال، لانها عرفت المجال الصعوبات ديالو وعارفه اشنو فيه، فما بغاتهمش حتى هما يكون عندهم نفس المآل. رباتهم قراتهم حتى كبروا وتزوجوا. الاولى تزوجات بواحد السيد ميسور الحال، مشات لدارها، والثانيه الزوج ديالها كان على قد الحال، فهي ساعدتهم وعطات لهم واحد لابارتمون يسكنوا فيها. هذيك لابارتمون بقات في سميتها، ولكن عطاتها لهم يسكنوا فيها. خوات عليها الدار، بقات بوحدها، جابت واحد البنيه رباتها. كانت كتعرف شي سيده كانت الجاره ديالهم ديال امها في دارهم القديمه، وهذيك السيده كان عندها حمل غير شرعي. فصافي هي قالت لها انا غادي نتكلف بهاد البنيه ديالك، عطيها ليا انا غنربيها وغادي نتكلف بها. صافي هناك الله. وهذاك الشيء اللي كان خدات هذيك البنيه باقا لحيمه، رضعتها وكبراتها وكلاتها وكل شيء، فكبرات معها من الصغر منه هي بيبي، وبحال تقولوا ربات عليها الكبده اكثر من دوك البنات الاخرين، لانها كبرات معها من الصغر انه هي بيبي. بحالهم هما جاو هما في عمر 8 سنين و9 سنين، كان دوك بيبرات شويه، عزات عليها وكتعتبرهم بناتها بطبيعه الحال، ولكن هذيك كانت زايده نغزه كما كنقولوا. هذيك البنت قرات، وصلت للجامعه، ما كملتش في الجامعه، مشات خدمات في فارماسي، واحد لا فارماسي حداهم، وخدمات كان كلشي غادي مزيان، داخله سوق راسها، كتمشي للخدمه ديالها، وكانت مرضيه ديال امها، كانت مربيه مزيان، وحتى وفي الاجال ديال امها بالتبني اللي هي الشيخه زهره، وماتت مسكينه، ماتت. ولكن المفاجاه من بعد الموت ديالها هو انه زهره كتبات كاع الاملاك ديالها لهذيك البنت، ما كتباتش للبنات الاخرين، ولكن كتبات لها هي، باش تعرفوا بانها فعلا يعني كانت المعزه ديالها خاصه، وكانت كتبغيها، كتعتبرها بنتها، حيت كبرات معها من الصغر، بقات معها حتى كبرات، وزهره كبرات وكانت مقابلاها ومهروليه فيها، فكانت واحد المعزه خاصه، ما نقدروش نلوموها. هذه كانت شويه صدمه بالنسبه للبنات الاخرين، لكن صراحه ما قالوا والو، يعني تقبلوا الامر والامور مشات عادي. اللي كان هنا هو انه في الحياه ديال زهره كان جا واحد السيد مول البيشان، الخدمه ديالو هي هذيك، يصايب البيشان، جا كرا عليها الكراج وكرا عليها الطبق الاول سكن فيه، والكراج كان هو ديال الخدمه ديالو، تما فين كيبيع وكيقاد البيشان وداكشي. فهو كان كبير في العمر، في الربعينات من عمره، كان مونسهم، يعني راجل في الدار معمر عليهم، كيقضي لهم الاغراض اللي خاصينهم، وكان كيتهلا حتى في البنيه نورا، كان كيتهلا فيها، ولا خصها شي حاجه، يعني كان بالنسبه ليها بحال هذاك السند، يعني هذاك السند اللي ما عندهاش في حياتها، لان ما عندهاش اب، ما عندها خال، ما عندها حتى شي حاجه. فهو كان كيمثل هذا الشيء كله، كان كيمثل الاب، الاخ، العم، كان كيمثل هذا الشيء كله بالنسبه ليها، كان عزيز عليها بحال جزء من العائله، وهو كذلك. واخا هو كان عنده باليد ديالو، كان مره كيشرب وكيتجمع مع اصحابه كيشربوا داكشي، ولكن الاهم هو انه كان مزيان معهم ومعمر عليهم.
فمن بعد ما مشات زهره اللي بقى معمر عليها بعد الموت ديال الام ديالها، فهو هذا السيد هذا اللي سميتو احمد كان كيقضي لها اي حاجه خاصها، كيعاونها لانها بقات باقا بنت صغيره، يعني باقا في العشرينات من العمر ديالها. خواتاتها راهما في كل واحده في دارها مزوجه، كانت كتمشي تشوفهم مره كتمشي تجلس معهم شويه، ولكن كترجع لدارها لان عندها الخدمه ديالها وعندها حياتها حتى هي. فاللي وقع من بعد واحد شي شهور غير قلال من بعد الموت ديال زهره، واللي كان مفاجئ هو انه احمد مشى هضر مع نورا وطلب لي ديالها للزواج، قال لها راني بغيت نتزوج بك. هي تفاجات، يعني اخر حاجه طيح لها على بالها هو انه هاد السيد اللي كتعتبره باها وخوها وعمها وكل شيء يبغي يتزوج بها. فمن البديهي ومن الطبيعي انها غادي ترفض. رفضات، قالت له انا كنعتبرك بحال الاخ ديالي، عزيز عليا، ولكن انت بحال الاخ ديالي، انا ما يمكنليش نتزوج بك. وما زهره الله يرحمها حتى هي كانت كتعتبرك بحال ولدها، فهاد الشيء ما يمكنش، سمح لي. هو قال لها صافي ماشي مشكل، قالها صافي ماشي مشكل، ولكن قالها يعني غير من هنا لهنا، غير من برا، ولكن الداخل ديالو كان باغي يتزوج بها وما كانش عاجبو الحال انها رفضاتو. كانت كتعجبو كبنت، هي كانت زويونه وكل شيء وبقى صغيره، يعني اي واحد يتمناها بطبيعه الحال. ولكن حاجه اخرى هي انه ما نساوش انه هي بالنسبه لاي واحد، وبالخصوص هو تجاجب كمونها، لان عرف باللي راه امها زهره ماتت وخلات لها الاملاك، هو عارف كل شيء. بالنسبه ليه هو كانت بحال هذيك المنقذه اللي غادي تنقذو وغادي يدير معها الفلوس وداك الشيء، حيت عندها الاملاك وعندها فهو غادي يكون طمع. صافي هو ما عجبوش الحال. دازت الايام، بقى كيشوفها غادا جايه مع واحد السيد كيوصلها بالطوموبيل. كانت تعرفت عليه، هو واحد السيد، واحد الشاب اللي جا من طاليان، تعرفت عليه وبغى يتزوج بها، وكانوا في فتره ديال التعارف. فالخطا اللي دارت هو انه كانت كتخليه يوصلها حتى لباب الدار. فكيوصلها حتى لباب الدار، فامر طبيعي ان هاد حمد والبيشان غادي يشوفوا. ما فكراتش لانه هو طلبها للزواج، كان خاصها دير بحساب انه ما خاش يشوف بحال هذا الشيء هذا، سواء طلبها للزوج ولا ما طلبهاش ما لايقش. ولكن هي كانت بحال تقول مربيانيه، ما عرفاش الحياه كيفاش تصرف فيها، فاش كانت كتصرف على السجيه ديالها، وكانت كتعتبر احمد بحال خوها، وما ظنتش بانه ما يعجبوش الحال الا شاف داك السيد كيوصلها. ففاش شافها سولها، قال لها شكون هذا السيد اللي كيوصلك؟ قالت له هذا راه واحد السيد من طاليان، كنتعرف عليه، راه بغى يتزوج بيا وان شاء الله غادي نمشي معاه لطاليان. قال هي الله يكمل بخير، الله يكمل بخير. طبيعه الحال هو ما عجبوش الحال، ولكن ما يمكنش يبين قدامها. فهو في ديك اللحظه فاش سمع ديك الهضره حس بانه واحد الفرصه غتضيع له من بين يديه، بانه هذيك السيد ديال طاليان غادي يديلو هذيك الدجاجه اللي بكامونها، غيديها له من بين يديه. فكان هو في البلاصه بدا كيفكر شنو خصو يدير، شنو غادي يدير باش يخرج من هاد بالنسبه ليه بيع وشريه باكثر الارباح. يعني شافها غتزوج غتمشي لطاليان، فخصو يستافد منها قبل ما تمشي ويصدق ربنا خلقتنا. بدا كيفكر شنو غيدير باش ما تضيعلوش هاد الفرصه من بين يديه. طاحوا عليه بزاف ديال الافكار، ليل ونهار كيخمم. البنت هي مسكينه ما على بالهاش، هي على نيتها كتشارك معاه. المشكله هي انه هي كانت كتشارك معاه كلشي، كاع المعلومات اللي عندها، كاع اي حاجه، الاملاك ديالها. كانت مثلا الا باعت شي ذهب ديال امها، لان خلات لها الذهب، هي كان عندها الذهب بزاف تبارك الله، كانت غير الا باعته وحطت الفلوس في الكونت كيعرف شحال عندها. كانوا ميم البراوات كيوصلوها كيحلوهم عادي، زعما بحال راه باها ولا عمها زعما مكلف بها وكيخاف عليها، كيحلها وتيقول لها هاد الفلوس هادو شنو ديالاش؟ كتقول له راه ديالاش شنو بعت وراني خباتهم. يعني هو كان على علم بكل شيء، حتى شي حاجه ما مخبيه، وهي على نيتها وعلى السجيه ديالها معاه. صافي بقات كتمشي وتجي مع هاد مول طاليان هذا. شنو بدا كيدير؟ بدا كيزغنن عليها، يعني حيت هو باغي يخرج بارباح من هذا الشيء هذا قبل ما تمشي لهم بين يديه. فبدا كيقول لها اجي نقول لك، هذيك الدار اللي ساكنه فيها اختك، ياك هذيك الدار دابا راه ديالك، كتباها لك امك، وعلاش غتخليها ليها انت وانت غتمشي لطاليان؟ شوفي شنو ديري، شوفي كيفاش ديري معاها، تفاهمي معاها، تبيعيها ليها، خدي داك الفلوس بعدا جمعيهم انت وديري بهم شي حاجه. علاش غتخليهم ليها؟ علاش غتخلي ليها الدار غير هكاك؟ بيعيها ليها واستافدي انت بعدا. ما عرفتي تمشي لطاليان، ما عرفتي امتى غترجعي، ما عرفتي شنو، فديري فلوسك تحت منك. بدا كيعمر لها راسها. وهي من قبل كانت هي متفقه مع هذيك اختها بانه ديك الدار غتخليها ليها تسكن فيها على خاطرها. ما قالت لها انا اختي ما غنخرجك ما والو، غير سكني فيها، راه واخا كتبتها لي امي انا مخليها ليك،
وقالت لها غير نقاد الامور ديالي وغنكتبها لك بسميتك، انا ما بغيتهاش ياخذيها. ولكن ملي بدا كيزغدن عليها صافي بدلها الافكار، بقى راكم عارفين مع هي صغيره ما عندهاش خبره في الحياه ما عارفه والو، فبقى كيدوخ ليها في راسها. وفعلا بقات كتمشي كتبقى تهضر مع اختها كتقول لها شحال قد مثلا دفعي ليا ونخليها لك زعما بواحد الثمن اللي ماشي ديال السوق، تخليها لها بثمن شويه ناقص. فمثلا كانت كتجي كتقول له راه قالت لي انا الجهد ديالي هو 19 مليون، كيقول لها لا 19 مليون 19 مليون ديالها، شوفي لابارتمون قداش كبيره، 19 مليون ديالها قول لها نزيدك شويه. عاود كتمشي كترجع كتقول له راه قالت لي اللي غنوصل معاك 25 مليون، تقول لها لا قليله بزاف، ديري 25 مليون، واحد 40 مليون بعدا على الاقل، عاد قولي نبيع ديك الساعه. المهم دوخ لها راسها صافي، في الاخر هي حشمات وما اصلا ما كانتش مقتنعه، بحال غير كان كيدفعها وكتحشم منه وكتمشي بحال غير كان مسيرها. ففي الاخر صافي قالت له شوف انا فكرت صافي انا نخليها ليها، انا درت بناقص، ما بغيتش نبيعها لها وهي ما عندهاش، وانا اصلا ديجا متفقه معاها بلي راه غنخليها ليها، فما جاتش عاود دابا نقول لها نبيع، غير خليها ساكنه فيها، هي في ملكي وهي مستافده ساكنه فيها ماشي مشكل. صافي ميك عليها من هذه الناحيه، عاود بدا كيشوف كيفكر. كاينه واحد لابارتمون اخرى كاين فيها واحد الكاري، قال لها شوفي اجي نقول لك عاوتاني، هذيك لابارتمون اللي عندك فيها داك الكاري، دابا انت غتمشي للطاليان يخرج منها وبيعيها، واش غادي يبقى هو جالس تما غير كاري وانت غتمشي علم الله امتى غترجعي، والفلوس ديالك ما عرفوش غادي يوصلوك ولا ما يوصلوكش. خاصك ضروري تشوفي شي حل معها، تشوفي خرجيه منها، نقولوا له ندوروا معاك شويه، نقولوا له حق راه حنا محتاجين الدار واقفين عليها، ونخرجوا ندوروا معاه ويمشي يشوف جهه اخرى، وانت الدار بيعيها راه تجيب لك ثمن مزيان. سمعها بهاد الهضره عاوتاني، وفعلا مشاو هضروا معاه، وهو اللي هضر اصلا بلاصتها، هي غير محميه فيه، قال له راه البنت بغات تزوج بغات تسكن فيها وهذه، المهم بقى عليه بالهضره من هنا لهنا، قال له حنا غندوروا معاك نعطيك واحد الثمن واحد الفلوس وسير قلب على راسك في جهه اخرى. وصافي السيد اقتنع وقبل هذاك المبلغ اللي عطاوه دوروا معاه، وخرج من الدار وباعوا الدار، بعتها تقريبا واحد 48 مليون اللي جات ليها. مشاو عند النوطير، مشى معها عند النوطير وواقف معها زعما وقفه ديال الرجال ومعاونها وكل شيء، الله يجازيه بخير. غير هو النوطير قال لها هذا المبلغ بنتي راه كبير ما نقدرش نسلمو لك كاش، فضروري خصني نحطو لك في كونت بانكير ديالك، غندوزو لك بار فيغمون في الكونت بانكير ديالك. فموالف كيجي الفاكتور فين ما كانت شي برا للدار ولا شي حاجه كيعطيهم له، السلام عليكم سي احمد كي داير لاباس بخير، هيا واحد البريه راه جاتكم هي، كيمدلو فهمتي، بالنسبه لي هو بحال راه من العائله. فداك احمد هو اللي كيشد البريات وكيحلهم زعما عادي، حتى واحد ما كيقول له شي حاجه، حتى نورا ما كتقول له والو. فوصلت واحد النهار هذيك البرا من البنكه اللي فيها لاكارت وفيها الكود ديال لاكارت، فهو شدها حلها، شاف الكود شاف كل شيء. فجات نورا من الخدمه ديالها، قال لها وها انت راه جاتك لاكارت ديالك راه وصلاتك حتى للدار، ها هي وها الكود، ها هو شوفي حفظيه مزيان وعندك تعطيه لشي واحد، هذا الكود هو اللي غتبقاي تخرجي به الفلوس، فاش غتخشي لاكارت في الكيشي هو اللي غتبقاي تخرجي به الفلوس، فحفظيه مزيان وما تعطيه حتى شي واحد صافي. وهي على نيتها زعما ما قالت مع راسها لا علاش حل هذيك البرا، لا علاش شاف الكود لا والو، زعما على السجيه ديالها خدا الكود سجلو عنده عادي، فاش كتبغي تجبد الفلوس كيمشي معاها كتجبد الفلوس، شحال مره كتسخرو كيجبد لها الفلوس، هي براسها عادي انه عنده الكود، حيت هو كما قلت لكم بحال بالنسبه ليها فرد من العائله. مشات الايام ودازت الايام، وهذاك السيد مول الطاليان كيجي كيوصلها، وهو خلاص كيشوفها على مرأة من العينين ديالو. فبقى شنو دار، مشى عند واحد اختها كيشكي بهاد نورا، كيقول لها شوفي راه اختك راه كتخرج مع واحد السيد من الطاليان، راه كتدخلوا تخرج معاه، واش نتوما في راسكم والو؟ قالت له لا راه في راسنا حدايا، في راسنا راه عارفينها بغا يتزوج بها، خلي الله يسهل عليها. هما ما عندهم ماشي ما عندهم غرض، ولكن بحال الا هذاك لو جاست اللي دارت هم بالربايه الله يرحمها، ديال انها الورث كتباتو غير للنورا، بحال خلات واحد كما تنقولوا شرخ بيناتهم، يعني صافي بحال مخلينها تدبر راسها في الدنيا، يعني صافي عندها فلوسها عندها رزقها صافي. هو كل مره يمشي يزغرن على اختها، واختها كتقول له صافي خليها حنايا ماشي شغلنا فيها، هي راه زعما عارفه شنو كدير، صافي خليها دير مستقبلها. واحد المره عاوتاني نورا مشات سافرت معاه واحد يومين ولا 3 ايام، سافروا معها. انا ما كنقولش بلي راه هادشي عادي وخصو يدار، يعني ما كانش خصها صراحه تسافر معاه توصل لهادشي، ولكن يعني كنعاود لكم القصه اشنو فيها. ولكن هي ما كانش خصها دير اصلا زعما هادشي، لانها تسافر معاه ولا باقيين ما مزوجين ما والو، فاحنا عارفين بان هادشي ما كيدارش، ولكن القصه هادشي اللي جا فيها. فهي سافرت معاه، مشى عاوتاني كيعمر لهم راسو، ولا شوف راه سافرات معاه يومين ولا 3 ايام هذه وهي ما كايناش في الدار، مشى مره
كيقولوا له خليها راه بغا يتزوج بها، خليها الله يسهل عليهم. ما تفاعلوش معاه، يعني ما داروش داكشي اللي بغا هو، فهمتي؟ حيت كان بغا يعصبهم، بغا ينوض المشاكل بيناتهم، ولكن ما نجحش. المهم سيدي، واحد النهار كما العاده ديالو كان جالس في داك الكراج ديالو فاش كيطيح الليل، مره كيسد عليه الكراج وكيجي عنده واحد صاحبه، واحد الفاشل حتى هو، كان جزار كان جزار ودار فايد، ما بقاش في داك الزرت، فولا دار غير فراشه في الارض كيبيع فيها تويشيات بحال هكا. المهم كيجيب واحد الصريف ديال 30 درهم 20 درهم في النهار، المخير هو اللي كيجيب فيه 50 درهم. فكما قلت لكم واحد الليله كانوا سهران هو وياه قصارين في داك الكراج عنده وكيشربوا. هو يقول له هذاك احمد مول البيشان قال الجزار مسبقا، قال له عرفتي هاد البنت هذه اللي ساكنه هنايا، راه هادشي كله هاد الاملاك كاملين راهم ديالها، خلاتهم لها امها الشيخه. شتي وشتي امها الشيخه منين جابت هادشي هاد الاملاك وهاد الفلوس وهادو؟ راك عارف راه غير من حتى شي اخت، او داك الفلوس راهم كاملين حرام. على شكون اللي كيصرف عليها؟ شكون اللي كيبقى يصرف عليها ويغرم عليها وشنو؟ حنا الرجال راه فلوسنا هادوك، راه حقنا حنا اللي كنبقاو نغرمو وكنبقاو ندورو معاهم ونتهلاو فيهم. رجال في الاخر كتباهم لهاد البرهوشه هادي. شوف هادوك الفلوس راهم كاملين حرام وحنايا اولى بهم. شوف الا كون معايا راجل لا بغيتي ونتولاو بدوك الفلوس. وداك صاحبو ما طلعت ليهم، راكم عارفين فاش الله يستر الواحد كيسكر كيبداو كاع على بلانات يبانو ساهلين وكاع التخطيطات فين ما كان شي كارثه تطيح لهم على الراس. فقال له صاحبه الجزار، قال له شنو غادي نديرو؟ شنو غديروا؟ قال له شوف راه يلاه باعت واحد الدار 48 مليون باش باعتها، عندها الفلوس ديالها في الكونط مخبعاهم، ومخبعه حتى الفلوس ديال الذهب اللي باعت ديال امها الشيخه. وانا عندي الكود ديال لاكارت ديالها مقايدو عندي، شفتو بعيني وقيدتو، وكتبقى تسخرني شحال من مره كنمشي كنجيب لها الفلوس انا بيدي، عارف الكود. قال له خدم معايا راجل ونديرو انا وياك النص بالنص ونجمعوا فليسات. شنو قلتي؟ قال له انا معاك، اللي بغيتيها انا معاك. مع الجزار مسكين الجزار سابقا مسكين مع ديك الفراشه كما قلت لكم، نهار المخير 50 درهم، فجا هذا بلان زوين فيه الملايين. قال له صافي انا معاك، اللي ليها. قال له صافي انا نقول لك اش غادي نديرو. صافي دازت واحد اليومين، نورا في الخدمه ديالها في لا فارماسي، حتى كيعيط لها احمد مول البيشان في العشيه. قال لها شوفي راني لقيت واحد الشاري للدار. قالت له انا شاري لان هي ما موصياش. قال لها الدار هذه فين ساكنين؟ لقيت الشاري. قال لها كنتي غتمشي تتزوجي تمشي لطاليان ان شاء الله. قال لها وانا اش غنبقى كندير هنايا؟ صافي حتى انا راني بغيت نخوي. صافي وبيعي هذا الشيء وجمعي الفلوس ديالك وسيري، الله يعرضك السلامه، الله يسهل عليك. ومسكينه هي على نيتها تيقات وكتقول له كيفاش غادي تمشي وتخليني بوحدي وانا ولفتك معايا وانا. قال لها ما غاديش نخليك، غنبقى معاك واخا نخرج من هنايا، غادي نبقى نسول فيكم، بقى هذه وهذه، المهم انت جمعي رزقك انا كنوصيك. صافي قال لها فاش تخرجي من الخدمه دوزي عندي للدار ديالي، لحقاش السيد راه غادي يجي اليوم باش تفاهمي معاه على الثمن، راه بغا يشري الدار. صافي هي هذيك مسكينه هي على نيتها، خرجت من الخدمه مشات نيشان عنده لدارو، دقات عليه حلها، دخلات شدوها غفلوها وقتلوها بدون رحمه بدون شفقه. تخيلوا قطعوها طراف، والبصمات ديالها كرتوا لها صبعانها باش البصمات ما يبقاوش، ما يقدروش البوليس يتعرفوا عليها. شوهوا لها وجهها وقطعوها طراف. هما كانوا داروا الخطه مسبقا، شراو 300 كيلو ديال العلف، بقاو كيشدوا دوك الطراف وكيخشيوهم في دوك الخناشي ديال العلف لداخل، كيخشيوهم لداخل كيخبعوهم. مسحوا داك الشيء، جمعوا الدنيا، جمعوا الروينه ومسحوا من تما. صافي بحال حتى حاجه ما كانت. لغد ليه عيطوا لواحد مول الهوندا باش يدي لهم هذاك العلف. قالوا له توصلنا لواحد العلف لواحد البلاصه حق الفيرما ولا هذه. جاهز لهم العلف، خلصوه. وفاش هما غاديين في الطريق صافي وصلوا لواحد الخلا. قالوا له صافي حطنا غير هنا، حنا باقيين ليها غنمشيو ولا حطنا غير هنايا، حق راه يجي عندنا شي واحد ولا هذه. صافي حطهم تما، نزلوا هذوك الخناشي ديالهم ديال العلف ومشاو دخلوا للغابه وسط الشجر داكشي. واحد فيهم بقى حاضر خناشي ديال العلف والاخر بقى كيحفر، كيديروا حفرات مفرقين ومباعدين شويه، يعني بقى كيحفروا، كيبقاو يحفروا كل حفره كيجبدوا هذاك الطرف ديال الجسد ديالها من دوك الخناشي كيربيوهم في الحفره ويردوا عليهم التراب. فبقاو بحال هكاك حتى سالاو الطروفه كاملين. صافي وداو داكشي من تما ورجعوا بحالهم بحال حتى شي حاجه ما كانت. رجع للدار هذاك حمد مول البيشان،
وكأن شيئا لم يكن. داز نهار الاول الثاني، بقى مشى عند خواتاتها كيسول عليها، تيقول لهم فين هي اختكم؟ ياك ما مشات مع مول الطاليان وما قالت لنا والو؟ مشات وما قالت لنا حتى بسلامه، ما قالت والو. هي كل مره غاده جايه معاه وهذا، وفي الاخر مشات بلا اخبارنا، ما قالت لنا حتى بسلامه، ما قالت لنا حتى هذه. شوف فين بغى يموه القضيه. وهو على فكره هو كان متتبع ومراقب الاخبار ديال هاد السيد هذا مول الطاليان، فكان كيسولها تيقول لها واش راه باقي هنايا، واش مازال ما غتمشي، واش هادي. فهي لانيتها كانت قالت له راه قريب يمشي، غادي يمشي وعادي يرجع باش يقاد ليا الوراق وهذا ونتزوجوا وكذا ونمشيو معاه. فهو خلى حتى قالت له صافي راه مشى، عاد دار الخطه باش فاش يبداو يقلبوا عليها يقولوا راه مشات معاه بلا اخبارهم. ونوض عليها الهايلالا، مشى للفارماسيان فين خدامه، كيقول لهم واش ما جاتش نورا؟ كيقولوا له لا، حتى حنا راه كنتسناوها تجي، ما عرفناش مالها ما جاتش، ما موالفاش ليها، قلنا راها غير مريضه ولا شي حاجه. وكل مره يمشي عند خواتاتها وفين ما بانش، ما عيطتش ليكم، انا راه كنعيط لها كاع ما كتجاوبني، راه تليفونها طافي، راه شتي مشات وخلاتنا بلا حتى شي حاجه، ما سولات ما والو. هو كيمشي للبنكه كيتيري الفلوس وكيقصروا هو وصاحبه الجزار، وكيدور معاه كل ليله، يدور معاه مره 300 درهم مره 500 درهم، والجزار عاجبو الحال وكيتيري الفلوس ويصرفوه وياكلوا ويشربوا زعما بحال ما كاين والو. وفي الجهه الاخرى مع خواتاتها منوض محيح زعما راه خايف عليها. ودازو شي ايامات، شي سيمانه بحال هكاك، مشى عند خواتاتها قال لهم شوفوا خصنا نمشيو نديكلاريو، راه البنت راه غابره، خصنا نمشيو نديكلاريو، خصنا نمشيو للبوليس. مشاو للبوليس ديكلاراو، نقول لهم راه البنت هذيك راه بحال بنتي، انا ربيتها على يدي، وكانت كتمشي مع واحد، نقول لكم شنو كاين، راه كانت كتمشي مع واحد كتخرج معاه مول الطاليان، قال لك غيتزوج بها ويديها، وحتى ما بقاتش بانت، مشات ما قالت لنا والو، مشات معاه ما قالت لنا لا بسلامه لا والو. دابا حنايا بقينا هكا ما عرفناها فين هي. وعلى فكره حتى مولات الفارماسيه اللي خدامه معاها حتى هي مشات ديكلارات، قالت لهم راه البنت اللي خدامه معايا راه غبرات وما مولفاش ليها. قالت لهم ما يمكنش هي تمشي مثلا لشي بلاصه، حيت قالوا لها راه تقدر تكون مشات للطاليان، قالت لهم ما يمكنش تمشي وتخليني هكا، ما يمكنش ما تعلمني ما والو. قالت لهم انا راه اخر نهار خدمت معايا فيه راه مشات بحالها على اساس لا غد لي راه جايه، وانا عارفه راه ما يمكنش دير شي حاجه بحال هذه. المهم صافي خداو الديكلاراسيون ديالها بعين الاعتبار. واحد النهار واحد السارح كان غادي هو والكلاب ديالو، ففجاه واحد الكلب ديالو مشى كيذبح لواحد البلاصه وبدا كيحفر. مشى السارح كيجري كيشوف شنو تما، علاش الكلب ديالو كيذبح وكيحفر، فكيشوف يد بشريه خارجه من ديك الحفره. تخلع ومشى عيط لواحد صاحبه، حتى هو وجا شاف داك الشيء، صافي مشاو عيطوا للبوليس، جاو البوليس في البلاصه، جات الشرطه العلميه وكل شيء، بداو كيحفروا تما لان عارفين بانه غالبا غادي يكونوا، حيت لقاو ديك القطعه فاش جبدوا ديك فاش حفروا ديك الحفره لقاو قطعه ديال الجسم يعني مقطع، فعرفوا بانه القطع الاخرين غيكونوا غير تما. فبقاو كيقلبوا، جابوا الكلاب ديالهم للبوليسيه ولقاو الحفاري فعلا الاخرين، لقاو القطع كاملين الاخرين، جمعوهم وداوهم لاموك، خيطهم الطبيب الشرعي، خيط الجسم كامل لاقاه وحصلوا في الاخر على جسم كامل اللي هو جثه، ولكن ما لقاوش البصمات، والوجه حتى هو كان مشوه اصلا وكان منفوخ ودازوا عليه ايام هو تما، فما تعرفوش على الجثه نهائيا. وبقات تما في لامورك حتى يتسناو يشوفوا الا كان شي بحث لفائده العائله ولا شي حاجه، غادي يجيو يشوفوها هي الاولى واش يعني ديك المواصفات ديال داك المبحوث عنه كيطابق على هذيك الجثه اللي لقاو. فمنين ديكلارات اختها بانه راه عندهم متغيبه وعطاتهم الصوره ديالها والمواصفات وكل شيء فبداو بها هي الاولى. شافوا بان واخا يعني ما الملامح ما كاينينش ولكن السن كيبان متقارب وهذا، فعيطوا لاختها باش تشوفها واش تقدر تعرف عليها، واخا هي ما بقاتش باينه ولكن تعرفت عليها. قالوا لها باش عرفتي بانها اختك وهي ما بايناش كاع على وجهها حتى شي حاجه؟ قالت لهم راه هذوك الحلقات اللي في ودنيها راه انا وياها شريناهم مره وشرينا بحالها وما حتى انا راه عندي بحالهم. قلت لهم هذه اختي، المهم انا عرفتها بلي راه اختي. صافي هنا عندهم جثه، خصهم يعرفوا شكون هو القاتل. بداو البحث ديالهم مع العائله هي الاولى، مع الاسره، داروا معاهم لونكيت وكيستجوبوهم. وهذاك مول البيشان احمد ديما حاضر، لا هو كيتدخل. شنو قال لهم شوفوا نقول لكم واحد الهضره وزعما وما ديروش مني قلت صواب ولا شي حاجه، ولكن غنقول اللي عندي غادي نقولوا. راه هذيك بحال بنتي مربيها على يدي وانا مخايف عليها. هاد اختها هادي، انا شاك في هاد اختها هادي اللي عاطيها الدار، شك فيها لحقاش هي عاطيها الدار. ومع دابا مؤخرا بداو كيتناقشوا، كتقول لها رجعي لي داري ولا نبيعها لك. اختها ما بغاتش تخرج منها، وراه انا شاك فيها هي. ملي سمعوا البوليس ديك الهضره مشاو قالوا لها نقلبوا لك دارك. مشاو قلبوا لها دارها، كيقلبوا لقاو شي اثار ديال شي حاجه ولا ما نعرف. لقاو عندها واحد المبلغ ديال تقريبا 2 ديال المليون مخبع في واحد الرزمه بحال هكا.
سولوها قالوا لها ديال من هاد الفلوس واش ديالك؟ قالت لهم لا ماشي ديالي ما عرفتش. سولوا راجلها واش ديالك؟ قال لهم لا ما انا عمري شفت هاد الفلوس ماشي ديالي. قالوا لهم يمكن شو ديال من ما ديالك ما ديالها ديال من يلا هو معنا للكوميساريه. صافي منين شافوا هذاك المبلغ ديال الفلوس بحال تورطوا يعني صافي يعني كان هذاك التحقيق غادي يمشي عاوتاني في اتجاه اخر. فاش داوهم الكوميساريه قالت لهم المراه قالت لهم شوفوا انا نقول لكم شنو كاين. انا راه مي فاش كانت كتموت كان عندها بزاف ديال الذهب فانا خديت شي ذهب من عندها لانني محتاجه خديته من عندها وبعتو وجمعت هذوك الفلوس وما قلتهاش لراجلي يعني مخبيها على راجلي. هادشي باش انا قدامه ما بغيتش نقول لكم راه ديالي. هادشي اللي كاين. هذاك احمد والبيشان خلاص هو حاضر هو ديالو معاهم كيجري معاهم زعما راه همو الامر وبخلوا على البنت. قال لهم ها جالسه كتنكر شوفوا ها منين سرقات هذاك الذهب سرقاتو اي حاجه تقدر ديرها. انا هادشي راه ما عجبنيش انا راني هذيك راه بحال بنتي. وهو كيبلبل عليهم تما واحد البوليسي انتبه ليه هو يدور في المسؤول ديالهم قال له بعدا تخينا هذا اللي جالس كيهضر من الصباح هو اللي جا اصلا ديكلارا وهو دائما غادي جاي علينا وكل مره يهضر وهو اللي خلانا اصلا نمشيو عند اختها نقلبوا لها دارها وهو اللي دائما موجهنا. هو بعدا كاع ما قلبناه كاع ما مشينا قلبنا دارو بعدا هذا راه مشكوك في امره بعدا. قال له ديك المسؤوليه نمشيو نقلبوا دارو. بقى كينطق هذاك احمد بقى كينطق لا وكيفاش تقلبوا لي داري انا هذا راني كنهضر حيت خايف عليها بعديك راه بحال بنتي راه مربيه على يدي وعلاش تقلبوني انا ما درت والو وانا هادي. قال هذا رد الفعل ديالك هذا راه ماشي طبيعي ماشي عادي. زيد نقلبوا لك دارك كما قلبنا الدار ديال اختها نقلبوا لك دارك. هو في جميع الاحوال قالوا له راه كنا غادي نوصلوا لك ونقلبوا لك دارك حتى انت حنا كان خصنا نساليو مع العائله هي الاولى عاد ندوزوا للناس اللي من غير العائله. قال له هذه هي لا بروسيدور هكا كتكون ولكن دابا بهاد الطيره ديالك اجي نصدقوك. مشاو معاه لدارو بداو كيقلبوها وداين معهم المعدات بطبيعه الحال باش يكشفوا مثلا الا كان شي دم ولا شي حاجه راه واخا انه يتنظف باقوى المصاحيق ديال التنظيف. عندهم واحد الاجهزه واحد الضوء كيبين الدم الا كان كيبقى الاثر ديالو. سبحان الله سبحان الخالق كيبقى الاثر ديالو واخا يبان لك ممسوح بالعين المجرده ولكن بالاله كيبان. فهداك الشيء اللي كان مشاو للدار ديالو بقاو كيقلبوها فاش داروا هذيك التقنيه لقاو الاثار ديال الدم بين هكا زليج داك الخطيطات لقاو الاثار ديال الدم تما. صافي تما بدات كتوضح لهم الصوره. وزياده على هذا وهما كيقلبوا فلقاو في واحد البلاصه لقاو واحد الطرف ديال واحد ليزار مقطع وفيه ديطاش ديال الدم. اصلا هذاك ليزار غير شافوا هذاك البوليسي اللي جا تما معاهم اللي اصلا هو اللي انتبه لهاد مول البيشان اللي فيه الهضره غير شافوا تفكر الطرف ديال ليزار اللي لقاوه مع الجثه اصلا يعني كانت مع المحجوزات اللي لقاوها مع الجثه فكانت في لامورغ وبقى عاقل عليه تفكر بانه نفسه. وفاش مشى داوه المختبر لقاو الدم نفس الدم ديال نورا. صافي شدوه داوه معاهم بداو معاه التحقيقات قالوا له قولنا شنو كاين كاع جميع الادله ضدك ما عندك ما تنكر ولا فين تهرب قولنا شنو كاين وشنو درتي. قال لهم انا راني ربيتها على يدي وانا اللي كبرتها وانا هذا الرزق كامل هذا اللي عندها انا اللي عاونتهم فيه حتى داروا هذا الشيء كامل. وفي الاخر يجي واحد براني بغى يتزوج بها وانا بغيت نتزوج بها انا اولى بها بغيت نتزوج بها وهي ما بغاتش فضلات عليا البراني يجي في الاخر يدي الجمال بما حمل. قالوا له ايه وكيفاش درتي حتى قتلتيها؟ قال له ما كنت جالس واحد النهار مع واحد صاحبي. شكون هو صاحبك؟ واحد مول الفراشه. جيبوا هذا صاحبه هذا جابوه صافي هو تورط معاه. صاحبه قالوا له شنو عاودنا كيفاش طرا شنو؟ قال له انا راه هو اللي جرني معاه لهذا الشيء هذا. قال له انا راه كنت واحد الليله جالس انا كنشرب معاه حتى قال لي راه هاد البنت راه كتشوف هذا الرزق كامل اللي عندها راه ديال امها الشيخه اللي ماتت راه هاد الفلوس كاملين حرام وحنا اولى بيهم. بقى كيعمر لي راسي وكيدور معايا حتى وافقت وتورطت معاه في هذه وكيدور معايا وعطاني الفلوس ويلا مؤخرا عطاني 1.5 مليون وقال لي حتى نعاود نتيري عاوتاني الشهر الجاي ونعطيك الفلوس دابا راه ما نقدرش نتيري اكثر من هذا الشيء باش ما نديرش الشكوك. وصافي وانا راني طالب معاش وعندي فراشه وبحراي كنجيب ديك 50 درهم في النهار 30 درهم منين شفت الفلوس وكيخلص عليا ويدور معايا وصافي وتزرفت معاه. هذا ما كان صافي اعترف عليه صاحبه الادله كامله ضده حتى هو اعترف بالكاين. قال له ما هادشي اللي كاين ما عندي ما نخبي انا الشيطان غرني شفت كل شيء غيمشي من بين يدي وانا وقفت على هذا الخير كامل وانا هادي وفي الاخر يجي واحد اخر يدي كل شيء. إذ أنه هو مسكين البنت كانت علانيتها معاه ومخلي له كل شيء في يديه كتصرف فيه ولدرجة أنه كانت في الآخر ما بقاتش حتى الكرا كتاخذو منه شي الكرا
مابقاتش كتاخذ منه فلوس الكرا. كان كيقول لها هاكي فلوس الكرا، كتقول له لا صافي عمي خليك صافي ماشي مشكل. ما كتبقاش كتشد منه فلوس الكرا لان اعتبرته فحال فرد من العائله ديالها، من الاسره ديالها. صافي قالت صافي خليه. فكان هو مستافد من جميع النواحي، وكانت ربما واخا تمشي لطاليان غتخلي له كلشي يتكلف به، وكان كلشي غيكون زعما في يديه، وكان اصلا مستافد من هذاك الرزق كانت كتهلا فيه. يعني بجميع الاحوال ما كانتش غتنساه، وكان غيعيش حياه هنيئه وحياه عاديه بلا ما يقتل، بلا ما يتشد في الحبس. هو دابا تشد في الحبس مؤبد هو وصاحبه، وحياتهم ضاعت. تقول لا فلوس لا حريه لا والو. شنو ربحوا من هادشي؟ ما ربحوا والو. هذه الزيغه والشيطان فاش كيحضر مع داك الجلسات الخمر، كيحضر الشيطان صافي كيسهل لهم كلشي، كيبان لهم كلشي ساهل، كلشي مباح، ومن بعد كيبداو ينفذوا زعما بحال ما خاصهم حتى شي خير. نتمنى القصه ديال اليوم تكون عجبتكم. هي فيها شويه ديال الصقوعيه، فيها بزاف ديال الصقوعيه، لان اصلا بعدا واحد الحاجه ما فكروش فيها، راه كان غادي يحصل واخا يدير اللي دار. لانه اصلا هو جالس كيصرف بلاكارت ديالها وهي ميته، فغيشوفوا الحساب ديالها كيتحرك، وغادي يشوفوا الفلوس كتيره، وغادي يشوفوا الكاميرات ديال لاكيشي، غادي يلقاوه هو وغيجيبوه بكل سهوله. غيكون هو المتهم الاول والاخير في هذا الشيء كامل. هو صقع وغبي، وخرج حتى على صاحبه الصقع، حتى هو جوج صقع تلاقاو، داروا جريمه ضيعوا فيها حياه بنت مسكينه بريئه ما عارفه والو في الدنيا، ضحكوا عليها، فناو لها حياتها وصافي. بقاو هذوك الاملاك بقاو معلقين، فخواتاتها هما اللي تكلفوا بداك الشيء. كلشي ضاع، كلشي تدمر، البنت مسكينه مشات صافي. كانت هذه القصه ديال اليوم. نتمنى تكونوا خديتوا منها عبره، بانه ما خصناش تثقوا في حتى شي واحد. ما كاينش شي واحد عمي ولا خويا ولا خالي، ولا الا ما كانش خوك ديال بصح ولا باك ديال بصح، ما كاينش شي واحد تعتبريه خوك. وحاجه اخرى، البنت صعيب تبقى بوحدها، ان من مور ما مات تمها، فكان من الافضل تمشي تسكن حدا خواتاتها. فما غاديش نقول مع خواتاتها لانهم مزوجات بديورهم، فكان تمشي تسكن حداهم، تبقى في الحمايه ديالهم، ماشي مع راجل براني. هي المشكله كانت كتعتبروا، حيت كان من وهي صغيره هو معاهم، وكانت كتعتبروا بحال باها، بحال يعني فرد من العائله. بالنسبه ليها راه حاميها. اخر حاجه كانت تفكر فيها هو انه يدير لها شي حاجه بحال هذه. ولكن لا امان الا مع افراد الاسره ديالك صافي من الاخر. فكان من الافضل تمشي تسكن حدا الخواتات ديالها، شي وحده منهم تسكن حداها، وتبقى تحت عينيهم، تحت المراقبه ديالهم حتى يسهل عليها الله. ولكن للاسف ماشي هادشي اللي طرا. ونتمنى نكونوا خدينا كاملين عبره من هادشي هذا، ونوليو نردوا البال بزاف، خصوصا في هذا الزمان هذا اللي ولا الغدر ساهل والثقه صعيبه. نتمنى تكون عجبتكم القصه ديال اليوم، ووصلنا للنهايه ديال الحلقه، وصلنا للنهايه ديال القصه. وشكرا الى وصلتوا معايا حتى لهنا، شكرا بزاف. ونعاود نفكركم ديروا لي ابوني وديروا لي جيم، وخليوا لي شي كومونتير زويون باش تشجعوني، ونبقى دائما نحط لكم الجديد. شكرا لكم، سلامه.